طارق عبد الله حمد الأمين المالي للاتحاد، أسرة الفريق، الأخوة في نادي حيث المطار، الأخوة الإعلاميين والأخوة الرياضيين، الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدين اليوم أن نكون نشهد ختام لبطولة حي المطار بالشراكة مع نادي الهلال، تكريما وتخليدا لإنسان طيب رياضي ومفز، فقد للرياضة وفقد للقضارف وفقد لكل الرياضيين وفقد لنا نحن في المجلس على الشباب والرياضة بصفة خاصة، باعتبار واحد من الداعمين والمساندين اللي بيساعدوا على انتشار وتطور الرياضة في الولاية. هذه الدورة من نادي حي المطار بالشراكة مع نادي الهلال، نقول الرياضة أخاوة ومحبة ووفاء، وهذا غليل من كثير قدموا الفقيد للرياض. وإن شاء الله نحن والمجلس الأعلى للشباب والرياضة ونادي حي المطار ونادي الهلال إن شاء الله حتكون ذكرى سنوية في السنين القادمة. إن شاء الله تكون دورة سنوية. نحن برضو نسينا نقول والله احنا برضو نحتفل في هذا اليوم برضو بالذكرى السبعين لأعياد الجيش. إن شاء الله ربنا ينصر قواتنا المسلحة، ونحن كلنا جيش، نحن كلنا قوات نظامية. نتمنى من المشاركين بعد انتهاء هذه المراسم إن شاء الله نكون كلنا داعمين ومساندين، وربنا ينصر إن شاء الله ينصر قواتنا المسلحة. نشكر كل اللي ساهموا بالدعم والفرق المشاركة واللجنة المنظمة والناس المشاركين والإخراج والإعلاميين اللي صاحبوا هذه الدورة. باسم اللجنة المنظمة والله نشكركم كل الشكر الجزيل، والشكر يمتد للاتحاد لهذه اللوحة. الآن فاقدين الناس كثير في السنين الفاتت. ما نطيل. شكرا جزيلا نادي حي المطار، شكرا لكل المساهمين، كل الداعمين، فرق المشاركة، حتى المعلق الذي علق لنا عبد الغني. أعداء نقوم للناس الحكام اللي قاعدين يزينوا لنا الدورات إن شاء الله. برضه نشكركم شكرا جزيلا. إن شاء الله نتقابل في ساعات أرحب وساعات أوسع، وجزاكم الله بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا أستاذ حميد.